السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم. المول ده اسمه ايه؟ لاند مارك مول في الدوحة في قطر. جميل قوي، اتفسحنا فيه شوية النهارده، والنهارده كنا عاوزين نقول لكم ازاي تعرف ان ابنك عنده مشكلة في القلب. ومعانا النهارده بقى ايه؟ سجا بطلة الفيديو ده هنصور معاه كمان شوية. بداية الضغط بتاع الإنسان أو ضربات القلب بتاعته بتزيد قوي وهو طفل. يعني الطبيعي إن أنا ضغطي 120/80، لكن في عيل صغير زي شجر صغنونه دي. ازيك يا ساجة، عاملة إيه؟ هاتي بوسة. الله، عندك كام سنة؟ كام واحدة؟ 4؟ شكلها عايزة تنام عشان بس اللايف اتأخر شوية. لما حطيت إيدي على قلب ساجة وقست ضربات قلبها لقيتها حوالي 110 في الدقيقة. فباباها بيقول لي يا دكتور رامي، هو كده ضربات القلب سريعة؟ هو الطبيعي تبقى كام؟ فقلت له يا شعبان يا محمد، الطبيعي ان ضربات القلب في الانسان الطبيعي تبقى 60 70 80 لحد 90 وهو قاعد مرتاح، لكن في الطفل الصغير بتعدي ال 110 و120. ده طبيعي جدا. فلو جيت تحط جهاز ضغط على طفل صغير ولقيت ضربات قلبه 110 100 115، ده الطبيعي. ليه ضربات قلب العيل بتبقى اسرع من الطبيعي؟ لان انت قلبك بيضخ كده، ففي كل ضخه بتضخ حوالي 70 سم دم. ده الانسان بالغ طوله 170 سم ووزنه 70 كيلو. لكن لو انت بتمشى بعيد شويه، هتمشى بعيد يا محمد شويه عن سجن، تعالي تمشي معايا. لكن لو انت طفل صغير بيبقى قلبك قد كده صغنون كده، فبيضخ كميه دم قليله قوي، فمحتاج يضخ كتير عشان يكفي الدم، لدرجه ان الجنين في بطن امه ضربات قلبه ممكن توصل 130 140 150، وده الطبيعي خالص وانت جنين في بطن امك. فكل ما السن يكبر كل ما عدد دقات القلب تبطأ. بل ان الناس الرياضيين ضربات قلبهم بطيئه جدا. يعني انا شفت ناس طبيعي رياضيين بيلعبوا جيم ضربات قلبه 60 دقه في الدقيقه. تعالي يا كتكوته، 50 دقه في الدقيقه، 40 دقه في الدقيقه. ابطال العالم ممكن يوصلوا لحاجه و30 دقه في الدقيقه. فلقوا ان الرياضه تخلي ضربات القلب تهدى. طب تعرف منين بقى ان ابنك او بنتك عنده حاجه في القلب؟ وتعالى بقى ورا الخلفيه الخطيره دي. الله يا سلام، مكان جميل. تعرف من 3 حاجات. اول حاجه ان ضربات قلبه سريعه جدا، اسرع من الطبيعي، لدرجه ان هدومه بتتهز، لدرجه انك لو حطيت ايدك كده وقعدت تعدهم ممكن تلاقيهم معديين ال 170 160 180 في الدقيقه. ده ضربات قلبه سريعه تخاف منه، تعمل له رسم قلب الاول العيل ده. تاني حاجه، لو نفسه عالي قوي مع المجهود، واكبر مجهود العيل بيتولد بيه، عيل لسه مولود بيعمل مجهود ايه يعني يا دكتور؟ ده بيعيط وبيرضع. ايوه، ما هو اعلى مجهود بيعمله الطفل انه يرضع. فلو الكبير بنعرف ان عنده القلب من النهجان لما يطلع سلم، الصغير بنعرف ان عنده القلب من النهجان لما يرضع. مجهوده في الرضاعه بيخلي نفسه عالي، ونلاقي الرئه بتدخل وتطلع كده، والضلوع بتدخل وتطلع. ده معناه ايه؟ معناه ان في مشكله في القلب، وغالبا ساعتها بتبقى مشكله لا اما في عضله القلب، لا اما ثقب بين الاذين والبطين، الاذين اليمين والشمال او البطين اليمين والشمال، لا اما بتبقى مشكله في كهربه القلب. وساعتها بنطمن على ابنك. لو انت ابنك يعني لقيته وهو بيرضع بينهج، او قد سجا كده وهو بيجري خطوتين 3 يجري ينهج، ضربات قلبه تسرع بطريقه غريبه، الواد بيزرق وشه كده بيزرق وشفايفه بتزرق، بالذات اما يعيط او بالذات اما يرضع ويعمل مجهود. ده كده اللي تروح تطمن لا يكون عنده حاجه في القلب. وغالبا بيكون عنده حاجه من 3، اما ثقب في القلب بين الاذينين، الاذين اليمين والشمال او البطين اليمين والشمال، اما ضعف في عضله القلب، العضله بدل ما بتضخ كده بتضخ كده، اما بقى عيب وراثي في القلب، تبادل في الشرايين او مشاكل تانية. طب اعرف منين يا دكتور؟ انا ابني الحمد لله كويس ما بينهكش ولا حاجه، بس لاحظت انه لما بيجري بينهج شويه. لو بيجري بينهج النهجان الطبيعي زي العيال عديها يا باشا، لكن لو بينهج من اقل خطوتين مش زي العيال الطبيعيه، ساجة هي قاعده بتلعب وما بتنهكش ولا حاجه وواقفه بترخم علينا، وباباها قاعد يقول لها العبي يا بنت شويه، طلعت عينه طلعت عينينا اهو هنصورك تاني، حاضر هجيب لك فساعتها ده عادي. لكن لو لقيته بقى بينهج اول ما يمشي خطوه، بينهج اول ما يطلع معاك سلم، وكل شويه شيلني يا بابا ومش قادر، اهو ده اللي مشكله. ضربات قلبه سريعه ومش قادر تحسها سريعه وهو نايم حتى، اهو ده اللي مشكله. بيزرق او شفايفه بتزرق، اهو ده اللي مشكله. ساعتها اعمل له حاجتين، رسم قلب واشعه اسمها موجات صوتيه على القلب. ولو لقيت الموجات الصوتيه اللي على القلب قول له بقى يا دكتور الاذين كويس، والاذين اليمين والشمال بينهم فاصل ولا في ثقب؟ البطين اليمين والشمال بينهم فاصل ولا في ثقب؟ ما تخافيش قبل ما اقفل هلعب معاكي تاني.
الصمامات كويسه ولا في ضيق او ارتجاع؟ هل يا ترى الشرايين في مكانها ولا متبدله؟ لو مفيش اي عيب وراثي في القلب، ما بنقولش عيب خلقي لان الله لا يخلق حاجه فيها عيب. لو الدنيا تمام، لو عضله القلب كفاءتها فوق ال60 70، يبقى كده تمام الطفل ده. وكانت دي المعلومه اللي بقولها عليكم. واكتر حاجه بقولها لاي اب عنده ابن انه يحفظوا القران، لانك لما بتحفظ قران وانت صغنن، اول حاجه بيثبت، وتاني حاجه بيبقى في شرف ليك قدام ربنا يوم القيامه. ربنا يلبسك تاج يوم القيامه بالقران اللي حفظته لابنك، اللي حفظته لابنك. لو اتوزن بالدنيا وما فيها يبقى احسن منهم. وساعتها انت تسال نفسك تقول يا رب طيب لازمته ايه التاج ده، او لبسته ازاي، او عملت ايه؟ تقول بما حفظت ولديك القران. ربنا يقول لك عشان حفظت ابنك القران ربنا لبسك التاج ده. فبالله عليكم لو حد عنده عيل 3 4 سنين، على فكره هي مكشوفه شويه بس بتتكلم الحمد لله ما شاء الله عليها، ويمكن ما اتكلمتش كتير عشان ما تتحسدش في الفيديو، ربنا يحفظها يا رب. ومحمد صديقي هنا في قطر، وصور معايا حلقات السنه اللي فاتت لما جيت قطر لو تفتكروا، وجاب بقى بنته ساجا من مصر تقعد تلعب معانا شويه. فالنهارده خدناها اتفسحنا شويه، وجت معانا المسجد وصلينا مع بعض صلاه العشاء، كان يوم جميل. ف البنت بتتكلم وتقدر تحفظ، وتقول لها الفاتحه تقول وراك. وفاكرين في فيديو انا هنزله قريب، بنت كان مسابقه تحفيظ قران في مصر، كان سنها 4 سنين حافظه الفاتحه وبتحفظ في جزء عامه، وقرات معايا سوره عما يتساءلون، سوره النبأ. فحفظوا ولادكم القران، حفظ بنتك القران وحفظ ابنك القران. يا محمد يا شعبان هتحفظ ساجة القران؟ والله العظيم شكلك بتشتغلني. لا والله طب تعالى نقعد شويه عشان رجليها وجعتني. احفظي يا بنت القران كويس. يا سلام. انت عارف اصلا الصور اللي انا حافظها دلوقتي هي الصور اللي ابويا حفظاني وانا 4 5 سنين. صور سنة. انت حافظه القران يا ساشا؟ عايزة تنام. شكلها عايزه تنام وعايزه تروح لماما. طب خلاص نصور بكره لايف بدري شويه تكون صاحيه، نعمل لها واحد تاني. حفظوا ولادكم القران كويس، هيحفظهم، هيخلي الواد ذكائه احلى، هيخلي الاي كيو بتاعه اعلى. عايز تطمن ان عنده القلب 3 حاجات: بتزرق لما تعيط؟ لا الحمد لله. ضربات قلبها سريعه جدا لدرجه هدومها بتتزرق بتتهز؟ لا الحمد لله وانا حسيتها. بتنهج جامد لو عملت اي مجهود او لعبت؟ لا عادي احنا بنتمشى اهو بقى لنا ساعه. ال3 دول اللي يخليك تشك ان ابنك عنده القلب. وساعتها حاجه واحده بس تعملها اسمها اشعه موجات صوتيه على القلب، ولو طلعت سليمه يبقى كل سنه وانت طيب مفيش اي مشكله. اتمنى تستفيدوا من المعلومه دي، واتمنى اللي عنده ابن بالذات في سن صغير يحفظوا القران، كلام ربنا، كلام الله خالق الكون سبحانه وتعالى، اللي خلق وزرع وبرأ وهو اللي في ايده كل شيء. فلما تحفظوا كلام ربنا يحفظك لما تكبر، ويبرك لما تكبر، ويبقى سهل عليه الصلاه، ويبقى سهل عليه الزكاه. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. وهنوديك لماما يا عسوله يلا دلوقتي. يلا سيبكم على خير ان شاء الله، ونتقابل بكره ان شاء الله في لايف جديد اذا اراد الله. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل من مدينه الدوحه في قطر. اقوم امشي انا بقى شويه عشان شكلي انا اللي بنهج، هروح اعمل ايكو واطمن. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا ابو حميد يلا رايحين نصوح اهو، يلا بينا يلا بينا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله. وهكتب لكم رقمي في قطر اللي فيه المكالمات، انا عملت رقم للمكالمات لو حد عاوز يكلمني يعني في قطر غير رقم الواتساب هسيبه ان شاء الله. وباذن الله لو في حاجه تواصلوا معايا. في رعايه الله. دكتور رامي اسماعيل.